طريقة بسيطة بصح تقدميها لضيافك وانتي مهنية بزاف بنينة وسهلة وليه توجد ان شاء الله. بطاطا محمرة مع دجاج محمر يجي مع السل يهبل. نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفة. اول حاجة عندي بطاطا غسلتها مليح 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 بقشورها ما نقشرهاش، ونجيب نقطعها كيما هكا على 4. ونجيب الثوم، انا نكسر الثوم كما شفتوا. وهنايا نجيب مارغرين نذوبها، ونجيب كاتشب نحطها فيه لا موتارد، ونجيب ملعقه ولا 2 ملاعق عسل على حسب كميه الدجاج تاعكم اللي راح تتبلوه. والكميه البطاطا يعني مش حنتبلهم انايا كل واحد وحده، حنديرهم كاع مع بعض. هنايا نجيب حبه ليمون، ندير نص عصير في هذيك التتبيله، والنص نقطعه ونحطه مع البطاطا. خلطهم ونحط التوابل تاني. بعد ما نخلطهم كيما راكم تشوفوا ندوبوا هذيك الكاتشب وهذيك لاموطارد، ونجيب الفلفل الكحل، نجيب توابل الدجاج والقرفاص كنجبير والكيري، وتوابل الدجاج الا كان عندكم. فلفل احمر باش يعطيها لون شباب، ندير شويه زيت زيتون باش ما تنحرقليش المارغرين. وهذه هي التتبيله تاعنا واجده. اللي حاب يزيد لها الياغورت الطبيعي يزيد، انا ماشي معرفه نزيد لها شويه ملح. هذه هي التتبيله تاعنا تكون واجده. هنايا نجيب الدجاج تاعي اللي كنت مخليته في الخل وغسلته مليح بعد ما شوطته ونحطو هنايا، والكميه تاع الدجاج هذيك ترجع لكم. نجيب هذيك القارص هذيك قطعتها، نحط فوقهم التتبيله، ماني حنخليها تتبل فيه ما والو. زيدوا اعشاب عطريه معاها نسيت باش ما نقولكم عليها. نتبلهم مليح كيما هكا، وراني مشعله الفرن على 180 درجه في الاول من التحت ومن الفوق. دوك نوريلكم الفرن. درت شويه تاع المروحه، شويه رند شويه ما، شللت غير هذيك التتبيله. ونجيب انا بابي كويسون كنت مخته مليح ونغطي، ونزيد نغطي ببابي الومنيوم مليح باش ما يدخليش كامل الهواء تاع النار هذاك ويسرع لي في الطياب تاعو. هنا ندخلو يطيب كما راكم تشوفوا من الفوق ومن التحت. بعد ما تحمر لي نزيد نخرجو نديرو كاتشاب ولا عسل ولا المرقه هذيك ندهنو بها، وراه واجد يجي بزاف بنين. انا النص ساعه التاليه خليته على 200 درجه او اكثر، وخليته تحمر لي يجي بزاف 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 بنين. نحو الدجاج وزيدوا رجعوا ديك البطاطا تحمر وتعطيكم واحد القرمشه تجي ما شاء الله. هذا الطبق صدقوني بزاف بنين، وما يجيش فيه مرقه بزاف، ويجي محمر ويحمر الوجه. والاهم انه اقتصادي، يعني الدجاج هكا اكيد بلي حتقدميه لولادك ولا لضيافك. والوصفه تاعنا راهي واجده كما شفتوا. الا كعجبتك ما تنساش لايك وتعليق، اكيد التعليق بالنقطه موش حينقص منك حاجه. نتلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سهله مهله. سلام.